لما بروح اشتري اي اند يوزر ديفايس زي موبايل، بي سي، لابتوب، تابلت، انا بشتريها عشان استخدمها في اشياء معينه، يا اما استخدام شخصي يا اما استخدام في العمل. بس ساعات بنلاقي الاجهزه اللي احنا جايبينها وبنستخدمها مش عارفه تعمل اللي احنا عايزينه منها مظبوط. ودايما نقول الكلمه الاساسيه: الجهاز بيهنج، الجهاز بيسخن، الجهاز مش بيقوم اللعبه، مش بيقوم الابلكيشن كل ما يشتغل يفصل تاني. عمرك سالت نفسك بقى ايه السبب؟ ليه الجهاز مش بيشغل الحاجه اللي انا عايزها؟ طب ايه الغلطه اللي انا غلطتها؟ تعالوا نشوف ازاي نصلح الكلام ده. كلمه السر اللي لازم تعرفها: الهاردوير، العتاد الصلبه. كل برنامج، كل ابلكيشن، كل حاجه احنا عايزين نستخدم بيها الاند يوزر ديفايس اللي احنا اشتريناه، موبايل، لابتوب، بي سي، تابلت، بتحتاج ريكوايرمنت او مواصفات معينه عشان الحاجه دي تشتغل. هي اللي بتقومها، هي اللي بتشغلها، هي اللي بتخليها تشتغل بشكل انا كاند يوزر او كونسيومر او مستخدم نهائي ساتسفايد، مرتاح، بستخدم اللي انا عايزه بدون اي تهنيج، بدون اي تعليق، بدون اي معوقات. وبناء عليه وزي ما شرحنا قبل كده، العتاد الصلبة او الهاردوير اللي موجود جوه الديفايس هو الحاجة اللي هتخليني اعرف استخدم الديفايس في الاستخدام اللي انا جايب عشانه الديفايس دي. طالما ابتدينا نتكلم عن الهاردوير ودوره في تشغيل الابلكيشنز اللي بتبقى موجوده على الاند يوزر ديفايسز، يبقى واحده من اهم الكومبوننت او المكونات اللي لازم نتكلم عنها هي البروسيسور، السي بي يو، وحده معالجه البيانات. عشان نقدر نشرح المعلومه ببساطه، البروسيسور هو عقل الكمبيوتر، بدونه مش هنقدر نعمل معالجه للمدخلات. البيانات مش هنعرف نخزنها في اماكنها المظبوطه. نتائج الاخراج والابلكيشنز، مين هو بقى المكون الاساسي اللي بيعمل ده؟ البروسيسور. البروسيسور بدونه نتائج الاخراج والابلكيشنز مش هتشتغل بشكل مظبوط. يعني البروسيسور هو اللي بيعمل تشغيل للابلكيشنز دي، يعني البروسيسور لازم يكون كواليفايد عشان نشغل الابلكيشنز دي. يعني من الاساس لو احنا عايزين نجيب الجهاز بتاعنا عشان نستخدمه في تشغيل نوعيه معينه من ابلكيشنز، لازم البروسيسور يكون كواليفايد انه يشغل الابلكيشنز دي. وبكده نكون شرحنا ايه هو البروسيسور، دوره في تشغيل الابلكيشنز. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشرح ايه اشهر انواع البروسيسورز اللي موجوده في السوق، وازاي نقدر نختار بروسيسور يفت الكواليفيكيشنز اللي احنا عايزينها عشان نقدر نشغل الابلكيشنز اللي احنا عايزينها. شكرا ليكم، سلام عليكم.